المدرسة العليا لهندسة الصحة. دونك جينا نشاركوا في هذا الاجتماع باش pour condamner le génocide qui est en train de se produire à Gaza et surtout par rapport à l'inhumanité qui est actuellement galopante au niveau mondial par rapport aux actions, surtout non seulement on a tué des hommes, des femmes, des enfants, on tue aussi les soignants, les médecins, les infirmiers, alors que dans le serment d'Hippocrate, un soignant, il aide même son ennemi, et là on est en train de dépasser toutes les limites qui sont impossibles à accepter. On est devenu dans une jungle. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et on veut absolument faire entendre notre voix pour que les États, tous les États du monde entier condamnent ce qui se passe et portent et fassent une action au niveau de la Cour pénale internationale pour arrêter ce massacre. Voilà, que ça soit envers les humains et envers leurs soignants. حيت عندي 73 سنة 45 سنة ديال ممارسة الطب، ما عمري عشت هادشي دارته إسرائيل باش تضرب الاطباء، تقتل الاطباء وتضرب الناس المرضى في السبيطارات. هادشي ما عمره دار حتى شي حرب، هادشي خصو يوقف، وهاد الناس الاسرائيليين كلهم خصهم يتحاكموا. نتنياهو واللي معاه كامل خصو يتحاكم. لا كان باقي شي حق وفي هذا العالم فاش نعيشوا 73 سنه ما عمرش شفت هادشي، ولا يقبل باش يمشيو يدخلوا للسبيطارات ويقتلوا عباد الله بالميتريات ويضربوهم بالمدافع. هذا لا يعقل ولا يعقل. الله نقف في هذا اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني في النكبة الثانية التي يعاني منها مع الاحتلال الفلسطيني. كمحامين تندينوا وتنشجبوا حرب الإبادة والحرب اللي هي ضد الإنسانية وضد جميع المواثيق والقوانين الدولية في هذا الصدد. ندين ونشجب استمرار الكيان الصهيوني في الاغتصاب ديال الأرض، في الذل ديالو الفلسطينيين، في التقتيل ديالو اليومي للأطفال. فقد وصل عدد الضحايا ديال هذه المجزرة ل 15,000 شهيد، أكثر من 50% ديالهم أطفال ونساء. نشارك في هذه المسيرة تضامنا منا كمحامين وكجسم حقوقي في المغرب لهذه المجزرة اللي تعانيوا منها الإخوة ديالنا الفلسطينيين، ونجدد تضامننا وتندينا الشديد بالغطرسة الأمريكية والصهيونية ضد الشعب الأعزل. أنا من كازا، احنا جينا اليوم باش نساندوا إخواننا الفلسطينيين ونوصلوا صوتنا للمسؤولين ونوصلوا صوتنا للعالم كامل بأن نحن عرب وكنساندوا القضية الفلسطينية من القلب، وإحنا ديما مغاربة كنساندوا فلسطين. احنا جينا هنا باش نوريو بأن الحركة النسوية المغربية هي سوليدير مع القضية الفلسطينية. جينا كنطالبوا بوقف الضرب ووقف هذه المقتلة اللي دابا جاري بها العمل تحت عينينا في غزة، وواقفين مع النساء الغزاويات والأطفال ديال غزة اللي كيعانيو بزاف، وكنطالبوا زعما بسيز فاير، توقيف إطلاق النار. Je m'appelle M. Etienne Gobelemba, je suis du Congo-Kinshasa. Je vis ici au Royaume du Maroc 5 ans déjà. Alors je suis venu ici pour marquer ma solidarité avec le peuple marocain. Vu ce qui se passe en Palestine, beaucoup des innocents, beaucoup de soucis. C'est pourquoi nous sommes venus les encourager. C'est un moment difficile, ça va passer, qu'ils soient forts. Voilà, ça c'est le message pour moi.
هذه جايه بقوه باش كلشي يسمع.